مرحبا وأهلا وسهلا فيكن مع طبخة جديدة من طبخات توتو. إذا أول مرة عم تحضرونا اشتركوا معنا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ولا تنسونا من التعليقات والشير. اليوم بدنا نعمل وصفة مميزة كتير تجمع بين المسخن الفلسطيني والمسمن المغربي. عملت الحشوة المسخن بعجينة المسمن على الطريقة المغربية. بالبداية بدنا نحضر العجينة. عندي دقيق أبيض 600 جرام، ورح نضيف عليهم كمان دقيق السميد الناعم 100 جرام. السميد رح يعطي قرمشة للعجينة. رح نضيف بيكنج باودر معلقتين صغار ومعلقة ملح صغيرة. نخلط المكونات الجافة كلها مع بعض. طبعا المكونات حتشوفوها مكتوبة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. بدنا نضيف معلقة صغيرة خل، وبدنا نعجن المكونات بماء دافئ. طبعا كمية الماء بتختلف حسب نوع الدقيق. الكمية اللي أخذت عندي كوب و3/4 ماء دافئ. بدأت أضيف الماء بالتدريج، أخلط المكونات وبعدين عجنت العجينة. ممكن تعجنيها على إيدك أيضا، العجينة مالها صعبة. العجينة هتطلع معك مقرمشة وفيها طبقات وكتير بتلبق مع حشوة المسخن. بعد ما عجننا العجينة شوفوا كيف بتكون طرية ومالها لاصقة، سهل كتير في عملية العجن. الآن بدي أدهنها بالزيت وأخليها في كيس نايلون مغطاية حتى ترتاح من ساعة لساعة ونصف. هذا النوع من العجين كل ما ريحتيه أكتر كل ما اشتغل معك بسهولة، ما بيعمل مقاومة أثناء فرد العجين، لذلك الراحة مهمة. الآن في مقلاة كبيرة بدنا نضع حوالي 3 كوب من زيت الزيتون، يكون نوعية ممتازة. أنا غيرت طريقة المسخن، بدل ما نسلق الدجاج ونفتته ونطبخ البصل لوحده، عملت الحشوة مثل ما بنعمل حشوة أي معجنات. اللحم المفروم مثلا نضع اللحم مع البصل مباشرة، فلسهولة التحضير وأسرع فرمت الدجاج في محضرة الطعام مثل ما بنفرم اللحمة، وعلى نار مرتفعة بنضع كمية الزيت وبنضيف عليها مباشرة الدجاج. بداية بنخلي الدجاج ما بنحركه لأول ما ياخد صدمة الحرارة من أسفل، بعدين نبدأ نحرك ونقلب لحتى يتغير لونه. معظم الدجاج تغير اللون. ثم أضفت عليه كمية من البصل، خلطت بين البصل الأحمر والبصل الأبيض، يعني معظم البصل أحمر، حطيت 1 أبيض و3 أو 4 أحمر. طبعا بتخلي الحرارة مرتفعة على أعلى شيء. الكمية كبيرة لأنه عندي. أضفت ملح، فلفل أسود، شوية هيل، وأيضا بهارات الدجاج. طبعا كل المكونات حتشوفوها مكتوبة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. منقلب جيدا لغاية ما تنضج المكونات بشكل كامل. الآن بعد ما نضج عندي الدجاج ونشفت المي تبعت المكونات، أضفت كمية من السماق. رح نضيف يعني كمية منيحة، ممكن 5-6 معالق أو 7 بتضيفي، وبعدين بتحركي وبتدوقي طعمته لحتى ما يكون الطعمة عندك انت مثل ما انت بدك إياها، واصل لدرجة الحموضة اللي انت بتحبيها. طبعا السماق بنضيفه آخر شيء مشان ما ينحرق أو يتغير لونه. بعد ما استوى الدجاج أضفنا السماق. بنخلي الحشوة تبرد تماما، ما بنحط الحشوة هي سخنة في العجين. الآن بعد ما ريحنا العجينة 1.5 ساعة بدي أقطع العجين إلى 6 قطع متساوية. طبعا أنا دهنت الصينية بالزيت ودهنت إيدي بالزيت، والآن بدنا نقطع العجينة. كتير العجينة طرية وسهلة وبتساعدك بالتشكيل بكل سهولة.
إذا مساحة السطح عندك صغيرة ففيك تقطعي العجينة إلى 8 قطع. نحن بتكنيك الفرد الآن حتشوفوا شو بدنا نعمل، محتاجين نضع كل كرتين مع بعض، لذلك أنا قطعتهم 6. إذا مساحة العمل عندك أنت صغيرة فيك تعمليها 8 كرات. غطيناهم طبعاً ومنخليهم يرتاحوا كمان. بعد كل خطوة لازم تريحي العجينة. الآن باستخدام الزيت رح نبدأ نفرد العجينة حتى تصير عندي رقيقة جداً وسطح العمل يبين منها. طبعاً الفرد دائماً بيتم بالزيت وليس بالزبدة، لأنه بالزبدة حيتقطع معك العجينة. لو عندك هاي الأداة فيكي كمان تستعيني فيها وتفردي، بتوفر عليكي وقت وأسرع يعني في عملية الفرد، منها متعبة أبداً. الآن بدي أدهن سطح العجينة بالزبدة الطرية، ندهنها كلها بشكل كامل. هي الزبدة والطبقات رح تعطيني توريق رائع للعجين. الآن نحن بنطوي العجينة بهذا الشكل مثل ما شايفين أمامنا، وندهن بين الطبقات زبدة. الآن هاي القطعة عندي جاهزة، رح أخليها على جنب. رح أخذ كرة تانية وأفردها بنفس الكيفية اللي فردنا فيها الكرة الأولى، وكمان ندهنها بالزبدة، وبعدين بنشوف شو الخطوة التالية. طبعاً إذا حابين أنتوا تشوفوا المزيد من الوصفات اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى ما يفوتكم أي فيديو جديد. وبتمنى كمان أنكم تجربوا الوصفات وتكتبوا لي في التعليقات نتيجة التجارب تبعتكم، ولو بتحبوا أي وصفات مميزة مختلفة شو حابين نعمل كمان اكتبوا لي بالتعليقات. الآن بعد ما فردت الكرة الثانية كمان دهنتها بالزبدة بشكل كامل. ضروري دهن الزبدة هتعطيكي التوريق في العجينة. راح ناخد القطعة الأولى اللي طبقناها ونضعها في منتصف الدائرة ونطوي عليها باقي العجين مثل ما موضح أمامنا. طبعاً بندهن بالزبدة ومنخليها على جنب ومنغطيها، وبنرجع منكرر العملية. نفرد أول كرة بنطويها بنخليها على جنب، وبعدين بنفرد الكرة الثانية طبعاً بندهن بالزبدة. بناخد بعدين المربع الأول اللي فردناه بنحطه في منتصف الدائرة وبنسكر عليها الدائرة الثانية. رح تطلع معك العجينة مورقة بشكل رائع. طبعا هذا النوع من المعجنات الميزة فيه إنه هو بيعطيني كمية وفيرة، وبتقدري تسخنيه بعدين في الفرن أو بالقلاية الهوائية، بيطلع بيقرمش وبيطلع كأنه فريش عاملتيه الآن. عملنا أول مربع وهذا الثاني حطيناه الآن في الكرة الثانية. طبعا أنا طلع عندي 3 مجموعات لأني أنا قسمتهم إلى 6 كرات، فيك تعمليهم كمان 4 مجموعات. الآن رح ناخد المربع الأول اللي عملناه الدبل، ورح نبدأ نفرده على شكل مستطيل، ومنبلل إيدينا بالزيت وبنفرد. خلي الشكل الفرد على شكل مستطيل. الآن بنقسم المستطيل بالنص مثل ما شايفين، ومنقطع أيضا إلى 4 قطع. بنزيل الأطراف اللي ملوية على جنب حتى نحصل على شكل مستقيم، حيبين معنا التوريق بعدين. الآن رح أضع حشوة المسخن بعد ما بردت تماما، ضروري تكون الحشوة باردة. نضعها بشكل طولي مثل ما شايفين، ورح نبدأ نسكر العجينة عليها مثل الساندويش.
ونخلي الجهة اللي تسكرت لفوق، يعني ما بنقلب القطعة. إذا بدك الحجم يكون أصغر، لما بتعمل الكرات بتقسمي القطع إلى 6 وليس 8. الآن نحن قسمنا المستطيل إلى 8، ممكن تقسميه أنت إلى 6 فقط. ففيكي تعملي حسب رغبتك، حسب الحجم اللي أنت بتحبيه والتكنيك نفسه. كل قطعة نضع حشوة بالنص بشكل طولي، ومنلف العجينة عليها. طريقة سهلة، ما بدها تكنيك وما بتاخد منك وقت كتير. المهم انك تريح العجينة حتى تساعدك في عملية الفرد. طبعا في هالأثناء نحن بنسخن الفرن على حرارة عالية، تقريبا 425 فهرنهايت. لنجاح هذا النوع من المعجنات الفرن لازم يكون ساخن، لازم تخبزيه على حرارة عالية حتى ينتفخ معنا بسرعة ويتشكل التوريق ويطلع القطعة عنا عم بتقرمش، ما بتكون ناشفة. طبعا مدة الخبز حتختلف من حسب يعني الفرن عندك، لكن ممكن تاخد معك 20 دقيقة أو أكتر. أنا الحرارة بتكون عندي من أسفل، الفرن بيشتغل من أسفل فقط، يعني ما بقدر أشغله من أسفل ومن أعلى، لذلك لازم أسخنه كويس في البداية. الآن عندي زيت زيتون، هذا ماله بيض، هذا زيت زيتون دهنت في العجين بعد ما خلصناه الفطائر كلها، دهنت بزيت الزيتون حتى نحصل على اللي مسخن بطعمة الزيت الزيتون أكتر، يكون معزز في العجينة. رح أرش بعض السماء للزينة على السطح. حطيناها بالفرن. وهي المجموعة الثانية اللي طلعت معنا كمان دهنتها بزيت الزيتون وحطيناها بالفرن، أخذت معي بالفرن 20 ل 22 دقيقة. المهم أنت بتراقبيها والحرارة لازم تكون عالية. طبعا إذا فرنك بيشتغل من فوق ومن تحت شغليه بالأول من فوق ومن تحت، ولما بتحط الصينية اطفي النار من فوق، ما تخليها شغالة من فوق فقط، نحن بدنا يكون سخن. شوفوا عندي الآن نضج تماما، انتفخوا الحبات ومستويين ومقرمشين بشكل ممتاز. بعد ما نضجوا من أسفل شعلت عليهم دقيقة من الأعلى وأخذوا وش تحمير. شوفوا كيف العجينة مورقة، طعمتها كتير لذيذة. العجينة مع الحشوة طلعت كتير طيبة ولابقين لبعض. بتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتكتبوا لي في التعليقات نتائج تجاربكم وشو حابين كمان نعمل في المستقبل. وتذكروا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وشاركوا القناة مع أصدقائكم وأحبابكم، وشكرا على المشاهدة.